لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الرحيم المتابعة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما حفظ الله السودان شعبا وأرضا، وإن شاء الله ربنا يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف معاناة النازحين ويردهم إلى ديارهم سالمين إن شاء الله. في الأيام الفاتتة تحدث نائب رئيس الهلال رئيس القطاع الرياضي العليقي لإحدى القنوات المصرية، أكد إنه تسجيلات الهلال حتكون محدودة جدا ومن مصادر خاصة. ربما يكتفي الهلال بثنائي أجنبي. طيب إذا جيت سألت أي زول يعني شنو احتياجات الهلال أو شنو ناقص الهلال في خطوطه الثلاثة، أول حاجة يعني صحيح بتلقى آراء مختلفة يعني، لكن في خانات أو في احتياجات متفق عليها. من ضمنها يعني قبل ما تبتدي الأبطال أو في مرحلة التمهيدي، أو خليني لأكثر دقة يعني قبل ما يدخل الهلال السباق الأفريقي هذا العام، كانت واحدة من مشاكل الهلال الظاهرة والكبيرة جدا مشكلة الهجوم، ودي كانت مشكلة واضحة وكبيرة، حتى إنه كانت في حملة ناعمة أو على الأقل خلينا أقول بالصوت الواطي لحد ما ضد محمد عبد الرحمن. وناس كثيرة ابتدت تتكلم عن العمر وتشكك حتى في المقدرات، وناس اتكلمت عن إنه محمد ماليا حقق الاكتفاء الذاتي، فبالتالي فقد الرغبة والشهية في إنه يقدم. والناس مشت أبعد من كده وبقت تعمل مقارنات ما بين فترته في الهلال وفترته في المريخ. الحاجة دي كلها الجهاز الفني كان متيقن إنه الهلال يحتاج لمهاجم، ومجلس الإدارة مصحوب بالقرار الفني وبالآراء اللي بتخص جمهور الهلال والإعلام، عمل على إنه يستعين بمهاجم، فاستعان بن زيتون. بن زيتون حلا للمشكلة وإنغازا لهجوم الهلال، ويشكل إضافة تعين الفريق إنه يمضي للأمام. شاء الله وقدر إنه بن زيتون واحدة من أهم أسباب نجاحه في الهلال، رفع مستوى محمد عبد الرحمن. لحد الآن ليس هنالك أي حسنة لبن زيتون، بخلاف إنه دفع محمد عبد الرحمن للأمام. صحيح محمد كان بيمر بفترة هي مر بها كل السودانيين، يعني تتعلق بالحرب والأهل والبيوت والتفاصيل التنشن اللي حصلت لكل سوداني. الحاجة دي إحساسك بأنك تتقبل المشاكل الحاصلة في السودان والمشاكل الحاصلة لأهلك، الحاجة دي بتتفاوت من زول لزول. فمحمد مر بظروف سيئة أثرت حتى على مستواه داخل الملعب، ولكن تسجيل بن زيتون بشكل أو بآخر شكل ضغط على محمد وخلاه يستشعر المسؤولية، إنه كل الهلالات بيشوفوا إنه والله الحلقة الأضعف في الهلال هي خط المقدمة الهجومية. فالحاجة دي خدت محمد في تحدي بينه وبين نفسه، فانفجر إبداعا وتألقا وقاد الهلال لهذه المرحلة بجدارة، وبل أصبح مسار حديث أفريقيا بشكل عام يعني. ومحمد معروف إمكانيات لا يعلى عليها، مهاجم مرعب لكل الدفاعات، عنده إمكانيات عالية جدا، ولكن يتأرجح ويتباين المستوى. فمشكلة الهجوم، مشكلة هجوم الهلال اللي كانت السنة اللي فاتت السنة اللي قبليها والكل كان يتحدث عنها، المشكلة دي ما اتحلت يا جماعة. اتحلت بالخيار القديم اللي هو محمد عبد الرحمن اللي ارتفع مستواه. إن شاء الله ما يمر بظروف، لكن متى ما مر بظروف أو بعض الإشكاليات حتعود نفس مشكلة هجوم الهلال. صحيح الآن الأجنحة على كواليتي عالي جدا ممكن تشيل التيم،
يعني تتكلم عن كوليبالي، تتكلم عن جان كلوت، تتكلم حتى عن ياسر مزمل، عن ايمي، عن بوكو لما يدخل الفورمه. الاجنحه والمنظومه الهجوميه بشكل عام ممكن ما تخلي الناس تحس بانه في مشكله واضحه في الهجوم، ولكن وجود مهاجم غناص ستايل سادومبا بيشم الجون وبيسجل من انصاف الانصاف الفرص، افتكر انه ما زالت هذه المشكله غايمه. لانه حلها يعني انت ارجع بذاكرتك قبل ما يجي بن زيتون وقبل ما تبتدي الابطال لهذا العام، تدخل الميديا الهلاليه والصحف والصفحات ما بتلقى غير انه مهاجم مهاجم مهاجم، دارين مهاجم دارين مهاجم، الهلال لو ما سجل مهاجم ما في فائده. حتى الهلال لما كان بيسجل لما سجل ماديكي والناس كانت بتستغرب انه كيف مشكله الهلال في الهجوم وهو لسه بيسجل ورا، ولما سجل جونيور وكذا الناس كان في نقد كبير جدا للتسجيلات اللي تحاشت انها تضيف مهاجم بالمواصفات المطلوبه. فبالتالي انتقاد خط الهجوم خلال الشهور القليله الماضيه، الانتقاد ده وقف ليه؟ لانه محمد صحه، ولكن المشكله بشكل عام ما زالت غائمه، لانه بن زيتون ما حل المشكله. فاول انا افتكر انه اول احتياجات الهلال يحتاج لمهاجم مرعب، مهاجم بيشم الجون وبيسجل من نص فرصه وتتواصل عنده امكانيات المراوغه والتهديف وسرعه البديهه والاحساس العالي تجاه الشبكه. انا افتكر انه دي واحده من الحاجات اللي بتنقص الهلال الان. ماله يعني حنرفع حتى نسق المنافسه ما بين محمد واي مهاجم يجي جديد، لانه لحد الان بن زيتون فشل تماما في انه يخلق منافسه او يفرض نفسه في التشكيله. وحتى بالمناسبه هو وزنه زايد برضه، يعني تحس حتى من حركته بهذا الامر. فاول احتياجات الهلال افتكر انه المهاجم الصريح اللي بيجيب الجون في عين الحارس. الحاجه الثانيه، انا من سنين لورا دائما اشتهي ان يسجل الهلال لاعب بمواصفات موبوتو. انا الحلم ده بيراودني كثير جدا، يعني وفتشت كثير، يعني انا قدر المباريات اللي بتابعها في الدوريات الافريقيه او الدوريات العربيه، والله بحس انه الهلال على مر السنين الاخيره في لاعب واحد بمواصفات معينه ممكن يحل مشاكله اللي هي مواصفات موبوتو. لاعب يكون بنفس الكواليتي، بنفس العقليه، بنفس الجوده، بنفس الامكانيات. يعني موبوتو ده ومعليش للكلمه كان شماسي بتاع كره قدم، يعني بيربط النص والهجوم وتلقاه في اي حته من الملعب، ده غير انه فنان، يعني كوره تشم فيها ريحه. يعني افتكر انه الهلال بينقص لاعب تحديدا بمواصفات موبوتو دي الاثنين، يعني مهاجم صريح ولاعب وسط كده بمواصفات مدهشه. صحيح عندنا روفا قدم لاعلى مستوى، عندنا ايمي، عندنا بوجبا، عندنا صلاح عادل، عندنا كنن، كثير من العناصر، ولكن افتكر انه الهلال محتاج للاعب بمواصفات موبوتو، لاعب جاهز صاحب قيمه كبيره، حتى ان كان متقدم في العمر. يعني حتى لو كان كبير، ما هو يعني احنا سجلنا فوفانا في الارتكاز بخبرات كبيره جدا وما صغير في العمر. يعني افتكر انه الهلال يحتاج للاعب بهذه المواصفات. ثاني في حديث عن انه والله خادم دياو ما عنده احتياطي. افتكر يا جماعه عشان نكون اكثر صدقا وواقعيه، خادم دياو ذاته في حد نفسه لو الناس متذكره عمل حركه بحركتين قبل بدايه الابطال او بعد الدور التمهيدي، وكان حرن في بلده ورفض ينضم لاعداد الهلال. ودي حقيقه نحن في الوقت ذاك صحيح مرينا على الموضوع مرور الكرام، او ادينا الناس كده طراطيش من بعيد للموضوع، انه بين الهلال وخادم كانت عامره في الزمن ذاك، وكان برضو ساقوه الوكلاء وجابوا له عروض وعمل حركه بحركتين واحتكف في بيته لوقت يعني ممكن يتجاوز ال3 أسابيع، ومن بعد ذلك تم حل المشكله وعاد وانخرط في التمارين.
فأنا أفتكر إنه مهم جدا، مهم جدا ينحسم أمر خادم ضياء بشكل كامل. خادم ضياء في نفسه مش بديله، يعني نقتنع تماما إنه والله الراجل ده حتى إذا لا قدر الله لم يمضي الهلال أبعد من المربع الذهبي في هذه البطولة، يجب أنه يتحصل مجلس إدارة نادي الهلال لضمانات كافية ويكرب عقد خادم ضياء وكل المحترفين عشان المشروع، أو ما نبدأ ننزف النجوم اللي نحن محتاجين لها. فأنا أفتكر أنه ده مهم جدا. في حديث أيضا عن ضرورة تسجيل مدافع، ولكن أنا شخصيا انحاز للخيارات الثلاثة: خيار المهاجم الصريح المقتدر، وخيار النجم اللي بيشبه موبوتو، وخيار الطرف الشمال. دي أنا الخيارات الثلاثة البنحاز لها، ومن بعد ذلك الرؤية والقرار فني مسنود بالقرار الإداري. ولكن نحن في النهاية بنطق حنك، يعني نحن في النهاية بنطق حنك وبننظر، ولكن كزاوية شوف هلالابي أنا أفتكر إنه دي الخانات الثلاثة المحتاجة الهلال. عموما الكويس في الأمر إنه الهلال ما حيسجل كثير. المجموعة الموجودة الآن وصلت مرحلة متقدمة من الانسجام، وبالتالي هي قادرة تدي الهلال لسنة واثنين بأفضل ما يكون، فبتحصل إضافات بسيطة تنزرع وسط المجموعة، وبيكون الأداء أفضل والنتائج أكثر تميزا. وما أتوقع أنه يكون في شط في الهلال لا بالنسبة للمحليين ولا بالنسبة للأجانب، ما أتوقع. قد تكون في إعارات على المستوى المحلي، يعني أصلا هو ما في دوري عشان تشوف منو مميز في السودان لاعب وطني تجيبه إلا تشيل من كشف المريخ، والمريخ ذاته ما فيه الآن لاعب وطني بقدرات كبيرة ممكن يعين الهلال في المرحلة الجاية، بخلاف رمضان عجب، ورمضان عجب كبير يعني من سابع المستحيلات، وعندنا تجربة معاه بعد ما مضى نطة. فبالتالي ما في حتى في كشف المريخ لاعب ممكن يشكل إضافة كبيرة للهلال. دائما وأبدا التوفيق للهلال في مشواره القادم. اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.